السلام عليكم. معلومة سريعة عن العربيات. ايه هو الحساس وايه هو المشغل؟ وايه الفرق بين الحساس والمشغل؟ في الفيديو ده هفهمك الفرق بين الحساس والمشغل بطريقة بسيطة جدا. العربيات الحديثة زي ما كلنا عارفين بتدار بمنظومة إلكترونية، بيكون المتحكم فيها الكنترول أو عقل العربية. بيكون بمثابة كمبيوتر أو تقدر تسميه هارد كمبيوتر. هارد الكمبيوتر بيكون عامل زي مدير الشركة، بيبقى محتاج معلومات وبياخد المعلومات ديت وبناء عليها بيصدر قرارات. المعلومات دي بيتم الحصول عليها عن طريق الحساسات. يعني مثلا عايز يعرف درجة حرارة المية فبيبقى في حساس حرارة. حساس الحرارة مثلا قرا الصبح ان العربية باردة لان مية العربية بتبقى باردة. الكنترول عن طريق معلومة الحرارة ديت او درجة الحرارة ديت بيدي امر للايدل ان هو يفتح شوية عشان يزود نسبة الهواء اللي داخله، ولذلك بتلاقي العربية صوتها عالي الصبح شوية وهي باردة وبعدين مؤشر الار بي ام ينزل. وبالمثل ده نفهم الفرق بين الحساس والمشغل. حساس الحرارة بيحس درجة الحرارة. المشغل اللي هو الايدل ده موتور، حاجة واخدة امر من الكنترول انها تعمل شغل معين. موتور واخد امر من الكنترول ان هو يفتح او يقفل، يبقى ده مشغل. وبكده عرفنا ايه هو الحساس وايه هو المشغل. وبالطريقة ديت بتتم منظومة التشغيل بتاعة العربية او منظومة الشركة زي ما ضربنا المثل، ان مدير الشركة اللي هو الكنترول بياخد معلومات من الحساسات وبناء على المعلومات ديت بيصدر قرارات، بيدي امر للمشغلات انها تعمل اوامر معينة بناء على المعلومات اللي خدها من الحساسات. في طبعا امثلة كتير للحساسات والمشغلات في الموتور، بس انا عايز ابسط لك الدنيا عشان تفهمها بطريقة اسهل. اتمنى في الفيديو ان انت تكون فهمت ايه الفرق بين الحساسات او المشغلات، وربنا يستر طريقنا جميعا وبالتوفيق للجميع. أحمد شاهين.